السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أخواتي. اليوم راح نديرو مع بعض هاد لي سوفلي العملاقة كيما اللي يتباعوا في المحلات. كيما راكم تشوفوا يجوا شابين. نبداو بسم الله. هنايا راح نديرو لاباط اللي نخدموا بها لي سوفلي تاعنا. هنا عندي كاس ونص تاع الحليب يكون دافي، معاه مغرف صغيره تاع الخميره ومغرف صغيره تاع السكر، ونجيبو فوي ونخلطو مليح هذوك المكونات مع بعض حتى يتجانسوا، وندير ربع كاس تاع الزيت. هذه الكميه اللي راح نديروها راح تعطينا 3 تاع الخبزات. نتوما الا بغيتو ديروا غير كميه قليله ديروا غير 2 خبزات، ديروا غير كاس حليب. ونبقاو هنا نضيفو في الفرينه غير بشويه حتى نتحصلوا على لاباط هذه اللي نخدموا بها لي سوفلي تكون شويه شاده روحها على تاع البيتزا. تاع البيتزا شويه نخلوها جاريه شويه، هذه شويه نشفوها. وهنايا نبدا نطم كيما هكا، راني زدت الملح هنايا ونبقى نلم فيها كيما هاك، ونضيف الفرينه غير بالتدريج. ونلم لاباط تاعي حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه. ولادي انا هنايا شرطوا عليا هاد لي سوفلي كليناهم كي كنا ناكلوهم في المحلات يعجبوهم، وجاو في هكا قالك جا في قلب ولدي درتها له، وهما راهم صايمين ما ياكلوا والو، يبغوا هاد المملحات. قلت نديرهم لهم وعلى هلا، والطريقه كما راكم تشوفوا طريقه سهله. هنايا بعد ما لميت هذيك لاباط تاعي شوفوا ها هي وينه، نعجنها هنايا 5 دقائق، ما نعجنوهاش بزاف، ما با 5 دقائق ونخلوها ترتاح. هنايا لاباط تاعنا خلاص راهي واجده معنا، درك نخلوها تريح ونروحو نوجدو الحشو تاعنا. هنايا في الحشو واش راح نديرو، هنا عندي مقله فيها شويه تاع الزيت، نجيب هاد الكميه تاع اللحم المفروم. والحشو دائما يبقى اختياري، هنا تقدروا ما ديروش كامل اللحم المفروم، ديروا الطو ولا ديروا الدجاج تقطعوه تاني والمهم نحشو هذاك لي سوفلي تاعنا. الحشو دائما يبقى اختياري وحسب اللي عندك، ماشي شرط عليك ديري اللحم المفروم هذا. هنايا نقليه مليح ونضيف له هاد الخضره اللي هي الفلفل الحار وشويه تاع البصله، نص حبه تاع البصل مقطعه كيما هكا، ونقلي الحشو تاعي مليح ونتبله. هنا درت له شويه تاع الفلفل الاسود، شويه تاع الكمون وشويه تاع الملح، هذا ما كان. وهنايا درت نص مغرف تاع الهريسه، انا دائما نبغى الهريسه في هاد المملحات. ما تبغوش الحار ما ديروش، بصح الحار يعطيهم ذوق سبحان الله، يجوا شابين كي يجوا حارين، وكل واحد والذوق تاعه. هنايا بعد ما اتقلى لي هذاك الحشو تاعي طفي عليه، نروح نكمل نرجع للعجينه تاعي. هنايا هذيك لاباط بعد ما ريحتها راني قسمتها على 3 تاع الخبزات، ونبقى نخدم. هنا نحلوها كيما نحلو البيتزا كيما هاك بشكل دائري، ما نخلوش الحبات تاعنا خشان باش ما يجوناش لي سوفلي تاعنا يجونا معجنين، نركوهم كي نبدو نحلو فيهم. الحشو هنايا عندي هذاك الحشو اللي درته، وعندي بطاطا هذيك قليتها درتها مكعبات وقليتها، وعندي لاصوص هذه تاع البيتزا اللي حضرتها معكم في تحضيرات رمضان، والفرماج هذا تاع التشيزي هذا المربع، والفرماج المبشور. وكما قلت لكم دائما الحشو يبقى واش عندك ديري. نديرو هنايا طبقه من هذاك اللحم المفروم، نديرو البطاطا ونديرو الفرماج، ودرت في الاول صلصه البيتزا، ودرت فرماج هذاك تشيزي، ونبلع بهذه الطريقه. نديرو غير في نص الحبه ونبلعو كيما هاك، ونبقاو نبلعوه بهذه الطريقه.
باش الحشو تاعنا ما يخرجش كي تبقى كي ندخلوه للفور ويبقى يطيب. نبلعوه مليح. هنايا راح نزيد معاكم الحبة الثانية باش تشوفوها مليح، هذيك ما بانتش غاية. هنايا راني نحل فيها في الحبة تاعي، نحلها كيما قلت لكم نحلوها رقيقة، ما نخلوهاش غليظة باش ما يجوناش لي سوفلي تاعنا تقال. وهذه الكمية كيما قلت لكم تعطيكم 3 تاع الحبات يكونوا كبار، وإلا بغيتو ديروا غير 2 حبات ديروا كاس تاع الحليب برك. ونرجعوا للحشو تاعنا، نديرو هنايا صلصة البيتزا كيما هاك. هنايا كي تبدو ديروا في هاد صلصة البيتزا ما توصلوهاش حتى للحواف هنايا. كي تبقوا من بعد كي تجوا تبلعوا في الحبه تاع السوفلي تاعكم ما تبلع لكمش هذيك لاصوص، ما تخليهاش تبلع. ونضيفوا هذاك الحشو اللي درناه، كميه تاع الحشو، ونديروا البطاطا كيما يديروها في المحلات تاع اللي يبيعوهم، يديروا البطاطا، نديروا لي فريت. درت انا تاني البطاطا، ودرت الفرماج هذاك المبشور من الفوق، ونبلع الحبه تاعي كيما هكا. هنايا نبلعوها مليح باش ما يخرجلناش الحشو بهذه الطريقه، وانتم بلعوا باي طريقه تعرفوها. مهم ندو افكار من عند بعضنا ونستفادوا، وواحد يستفاد من الاخر. وهنايا نديروهم في البلا اللي يدخل الفور. هنا عندي بيضه، واش راح نضيف لها شويه من هذيك الصلصه تاع البيتزا اللي خليناها باش يجوا كيما تاع المحلات يديروا هذه الطريقه. نخلطوا بالفرشيطه وندهنهم من الفوق وندخلهم الفور يطيبوا. هذا الاضافه اللي درناها تاع صلصه البيتزا تعطيهم بنه وتعطيهم لمعه تاني. بصح انايا كي درتهم يطيبوا شويه كانت النار قويه من الفوق، ما انتبهت لهمش، تحمروا لي بزياده. انتم كي تبقوا تطيبوا فيهم انتبهوا لهم ونقصوا لهم النار باش ما يتحرقوش معاكم في ساعه، كيما انا يتحمروا لي بزياده في ساعه. هنايا بعد ما ندير لهم البيض هذا، تقدروا هنايا ديروا لهم من الفوق شويه تاع الفلفل حلو ولا فلفل حار ولا فرماج رابي ولا فرماج الاخر كيما تبغوا تزينوهم. انا هنايا ما درت لهم والو، درت لهم غير شويه تاع الساندويتش هذا اللي نديرو في الخبز وصاي، ودخلتهم يطيبوا وجاو بنان وجاو ما شاء الله. هنايا خلاص راهم واجدين، دوك ندخلهم الفور. هنايا بعد ما طيبتهم كيما قلت لكم انايا شويه كان عندي الفور زايد شويه في النار من الفوق، تحمروا لي بزياده في ساعه تحمروا لي. نتوما نقصوا لهم النار شويه وخليهم يطيبوا في خاطرهم باش يجوكم شابين ويجوكم يعطوكم هذاك اللون الشباب. هنايا راح نقسم معكم هاد الحبه، شوفوا يجو خفاف هاد لي سوفلي ويجو بنان، يجو ما شاء الله عليهم. شوفوا عيونا لاباط تاعهم راهي خفيفه، مهم معجنين ما والو. وهذاك الحشو يجي بنين بزاف. واش نقولكم دروك، جربوهم ان شاء الله يعجبوكم. صحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.